هم بحفظ القرآن. يا ناس عالم، يا حسينيين، يا شباب انتبهوا جزاكم الله خيرا. أنتم تعلمون أن مولانا الحسين أخر القتال، هذا القتال كله أخر. إمام معصوم يطلب من القوم أنه يا بنأخر المعركة. شكوا ليش يأخرها الحسين؟ شنو يريد يعيش بعد أكثر من الدنيا؟ لا، قال كي أتزود من القرآن والصلاة فيعلم الله أني أحبهما. زين، هذا إمامك الحسين اللي مأخر المعركة حتى يقرأ قرآنه، هو القرآن الناطق، هو القرآن الناطق. الإمام الحسين مأخر المعركة حتى يقرأ قرآن. أكتفى بذلك؟ لا، عندما قطع رأسه الشريف ماذا فعل؟ أيضا قرأ القرآن. زين، أنت وأنا نسأل أنفسنا ما هي علاقتنا بالقرآن؟ ايش قد عندنا علاقة بالقرآن عزيزي؟ بس بشهر رمضان نسوي لنا ختمة وهسه بدنا نقرأ قرآن. مثال الآن أنا أسأل نفسي على المنبر، أنا ايش قد صار لي مفاتح القرآن ومشافه؟ أنا الجواب حاضر في بالي. أنت أيضا اسأل نفسك، هذا كلام الله، كتاب الله عزيزي، ايش كم يوم صار؟ بالأيام، بالأشهر، ما أعرف بالسنين، ايش قد صار لك مفاتح القرآن قاربي؟ فيا أمة القرآن، يا أيها الحسينيون، لا بد من أن نقوي علاقتنا. شباب، تريد ثقافة اقرأ قرآن، تريد توفيق اقرأ قرآن، تريد نجاح اقرأ قرآن، تريد فصاحة اقرأ قرآن، تريد استقامة، اطمئنان، توفيق، كل خير تريده لا عليك سوى إنك تقرأ القرآن وتطبق ما في القرآن. وهذا عن تجربة أيها الأحبة، مو هيك كلام يعني عابر. الإمام زين العابدين يقول: لو مات ما في المشرق وما في المغرب لا أستوحش ما زال معي القرآن. وذول كلهم يموتون مسك شوية القرآن. إيه أيها الإخوة، أيها الأحبة، بارك الله فيكم. القرآن مهم، اهتموا به، اقرأوا قرآن، تعلموا أحكامه. أنا عتبي شديد، ما أعرف هذا المشكلة، وقت ديمر هذا الكلام وهذا محسوب عليه وقت، أنا وقت ضيق. إحنا مشكلة عندنا بعض الإخوة يصلون، أسمعهم يعني هاي يصلي جماعة أو يصلي ما أعرف وين، قراءته خطأ. سورة الفاتحة ما يعرف يقراها، غلط. سورة الفاتحة إذا كانت خطأ قراءتك لها صلاتك باطلة بالتالي عزيزي. فذولا يهتمون بغير أمور وعارفين سورة الفاتحة. شلون تصلي؟ مو الصلاة باطلة ما تعرف تقراها بالطريقة الصحيحة. تسوي مثلا الكسرة ضمة، الفتحة كسرة، ما أعرف شو، غلط، ما يصير. لازم على الحركات، ما تقدر بعد بهالتطور هذا واحد ما يقدر. هذا اليوتيوب، ذكاء اصطناعي، دنيا واحد بعد